النهاردة إن شاء الله هنبدأ في شرح أول درس من الوحدة التانية. الوحدة التانية دي بتتكلم عن البيئة الصناعية، وهنتعرف في الوحدة دي على العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة، وهنتعرف على المناطق الصناعية اللي موجودة في مصر، وهنتعرف برضك على المشكلات اللي بتواجه الصناعة في مصر. أول درس معانا العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة. طب أول حاجة يعني إيه صناعة؟ الصناعة دي تحويل المادة الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان. يبقى الصناعة تحويل المادة الخام إلى سلع ومنتجات لسد احتياجات السكان. يعني مثلا معانا القطن ده مادة خام هنحوله إلى منسوجات قطنية، يبقى احنا كده عملنا نشاط صناعي اللي هي الصناعة. طب تاني تعريف معانا البيئة الصناعية. البيئة الصناعية دي المناطق التي تقوم فيها الصناعة وبيعمل معظم سكانها بالصناعة. يبقى البيئة الصناعية دي المناطق اللي فيها المصانع وبيعمل معظم سكانها بالصناعة. طب مصر فيها صناعات مزدهرة وكتيرة جدا. يعني لو قلنا بما تفسر تزدهر صناعات كثيرة في مصر بسبب إيه؟ بسبب توافر العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة. يبقى بما تفسر ازدهار صناعات كثيرة في مصر بسبب توافر العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة. طب هي ايه العوامل الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة؟ عندنا أول حاجة العوامل الطبيعية: الموقع الجغرافي، الظروف المناخية، المواد الخام، مصادر الطاقة. العوامل الطبيعية: الموقع الجغرافي، الظروف المناخية، المواد الخام، مصادر الطاقة. طب العوامل البشرية: الأيدي العاملة، رأس المال، النقل والمواصلات، السوق. طب نيجي بقى نشرح العوامل الطبيعية. أول حاجة الموقع الجغرافي. لازم عند بناء المصانع لازم نراعي إن يكون المصانع دي بعيدة عن المناطق السكنية، ما تبقاش وسط المساكن. ليه؟ علشان ما تعرضش المناطق السكنية دي إيه؟ للتلوث. يبقى يراعى عند بناء المصانع أن تكون بعيدة عن المناطق إيه؟ السكنية حتى لا تعرضها للتلوث. ولازم برضك بنراعي حاجة تانية عند بناء المصانع، إن يكون المصانع قريبة من مصادر الطاقة والمواد الخام والأسواق. يبقى لازم المصانع تكون قريبة من إيه؟ من المواد الخام ومصادر الطاقة والأسواق. ما ينفعش نبنيها بعيدة مثلا في الصحراء. طب تاني حاجة معانا في العوامل الطبيعية لقيام الصناعة الظروف المناخية. المناخ إزاي بيأثر المناخ في الصناعة؟ لازم نراعي اتجاه الرياح عند القيام ببناء المصانع. واحنا بنبني المصانع لازم نراعي اتجاه الرياح علشان الأدخنة ما تتجهش للمناطق ايه؟ السكنية. يعني لو قالك بما تفسر يجب مراعاة اتجاه الرياح عند إقامة المصانع حتى لا تتجه الأدخنة والملوثات إلى المناطق ايه؟ السكنية. تالت حاجة معانا المواد الخام. أي صناعة محتاجة مواد خام عشان تصنعها. طب في مصر بتتنوع المواد الخام المستخدمة في الصناعة. عندنا مواد خام زراعية، وعندنا مواد خام حيوانية، وعندنا مواد خام معدنية، وعندنا مواد خام صخرية. يبقى عندنا 4 أنواع من المواد الخام المستخدمة في الصناعة: مواد خام زراعية، والمواد الخام الحيوانية، والمواد الخام المعدنية، والمواد الخام الصخرية. طب المواد الخام الزراعية زي ايه؟ زي الذرة بتصنع منها الزيوت، وعندنا القمح اللي بتصنع منه الدقيق، والقطن بتصنع منه المنسوجات القطنية، وقصب السكر بيتصنع منه السكر. طب المواد الخام الحيوانية الجلود، وطبعا بتصنع منها الأحذية والحقائب. الألبان بتصنع منها منتجات الألبان. اللحوم بتصنع منها اللحوم المصنعة والمعلبة. عندنا مواد خام معدنية اللي هي المعادن زي الحديد والمنجنيز والفوسفات. الحديد طبعا احنا عارفين بيدخل في صناعة الآلات. عندنا المنجنيز بيدخل في صناعة الصلب. عندنا الفوسفات بيتصنع منه المبيدات والأسمدة الكيميائية. وعندنا مواد صخرية، مواد خام صخرية زي الرخام. يبقى احنا كده اتكلمنا على المواد ايه؟ الخام، ودي ضرورية طبعا لقيام الصناعة. رابع حاجة معانا مصادر الطاقة. مصادر الطاقة اللي مستخدمة في الصناعة الفحم والبترول والغاز الطبيعي. طب مصادر الطاقة دي مهمة ليه؟ مهمة ليه الفحم والبترول والغاز الطبيعي؟ لتشغيل الآلات وإدارة المصانع. يبقى تحتاج الصناعات المختلفة لمصادر الطاقة مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي لإدارة المصانع وتشغيل الآلات. طب الدولة بتحاول تستخدم الطاقة المتجددة، تستخدم مصادر الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. ليه؟ علشان الطاقة دي نظيفة لا تلوث البيئة. نيجي بعد كده نتكلم على العوامل البشرية لقيام الصناعة. عندنا الأيدي العاملة، رأس المال، النقل والمواصلات، والسوق. طب أهمية الأيدي العاملة إيه؟ الأيدي العاملة دي اللي هتقوم بإدارة الآلات، ولازم الأيدي العاملة دي لازم يكون العمال دول على درجة كبيرة من الكفاءة والتدريب.
في الصناعة. طب تاني حاجة رأس المال. رأس المال ده مهم ليه؟ علشان رأس المال ده هو أساس الصناعة، هو اللي هيحسن نوع الصناعة، فبيستخدم في شراء الآلات ودفع أجور العمال. يبقى أهمية رأس المال بيستخدم في شراء الآلات ودفع أجور العمال. فطبعا كلما زادت رؤوس الأموال المستخدمة في الصناعة نقدر نشتري آلات متطورة وبتتطور المصانع. طب عندنا تالت حاجة النقل والمواصلات. طب النقل والمواصلات دي أهميتها إيه؟ النقل والمواصلات دي هتنقل العمال من مساكنهم إلى المصانع، وهتنقل المواد الخام من مكانها إلى المصانع، وهتنقل بردك المنتجات اللي اتصنعت إلى الأسواق. يبقى أهمية النقل والمواصلات نقل العمال والمواد الخام والمنتجات بأسعار رخيصة. طب عندنا في مصر شبكة متطورة من النقل. عندنا النقل عن طريق السيارات، وعندنا السكك الحديدية، وعندنا الطرق النهرية والبحرية. نيجي نتكلم بقى على رابع حاجة في العوامل البشرية، السوق. السوق ده طبعا لبيع المنتجات الصناعية. طب المنتجات الصناعية دي هتتباع يا إما في سوق محلية يا إما في سوق خارجية. طب السوق المحلية دي يعني أي سوق جوه مصر هيبقى سوق محلي. طب تعريفه إيه؟ طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية. يبقى طلب السكان المحليين للمنتجات الصناعية يبقى ده السوق المحلي. طب السوق الخارجي طلبات الدول الأخرى للمنتجات الصناعية المصرية. يبقى الدول الأخرى بنصدر لها المنتجات الصناعية المصرية، ودي تبقى اسمها السوق الخارجية. طب مصر بتصدر سلع كتيرة لبعض الدول العربية، بتصدر للسعودية، الإمارات، لبنان، وبتصدر بردك منتجات لبعض الدول الأفريقية. عندنا مثلا بتصدر لأثيوبيا وجنوب أفريقيا والسودان. نتكلم بقى على أهمية البيئة الصناعية. مهمة في إيه البيئة الصناعية؟ البيئة الصناعية بتوفر فرص عمل للمواطنين. طب ده بيؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، وبتوفر المنتجات الصناعية للسكان لسد حاجة السكان. يبقى البيئة الصناعية بتوفر فرص عمل للمواطنين، وبتوفر المنتجات الصناعية، وبرضك بتسهم في زيادة الدخل القومي والحصول على عملات أجنبية. يبقى هي من خلال عملية التصدير فبتحصل على عملات الأجنبية، وده بيزود الدخل القومي. برضك البيئة الصناعية بتسهم في ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي للسكان. أغلبية سكان البيئة الصناعية بيهتموا بالمستوى التعليمي وتعليم أولادهم، فبالتالي بيرتفع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي لسكان البيئة الصناعية. طب سكان البيئة الصناعية ايه مجالات العمل المتاحة أمامهم؟ عندهم مجالات العمل المتاحة في المصانع والمنشآت الصناعية، في التجارة والبنوك، ممكن في النقل والمواصلات. يبقى سكان البيئة الصناعية المجالات العمل اللي أمامهم العمل في المصانع والمنشآت الصناعية، العمل في التجارة والبنوك، العمل في النقل والمواصلات. طب في علاقة مهمة بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية. احنا كنا قلنا قبل كده ان بيئات مصر متكاملة، كل بيئة بتمد الأخرى بما تحتاج إليه من منتجات. طب البيئة الزراعية هتدي إيه للبيئة الصناعية؟ هتوفر إيه؟ البيئة الزراعية هتوفر البيئة الصناعية هتوفر لها المواد الخام اللازمة للصناعة، بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة، بتوفر المنتجات الغذائية، بتوفر الغذاء للعمال وأسرهم، بتوفر الأيدي العاملة اللي هتشتغل في الصناعة. يبقى ده ما توفره البيئة الزراعية للبيئة الصناعية: المواد الخام اللازمة للصناعة، المنتجات الغذائية، الأيدي العاملة. طب البيئة الصناعية هتدي إيه للبيئة الزراعية؟ هتوفر إيه للبيئة الزراعية؟ البيئة الصناعية بتوفر المنتجات الصناعية اللي بيحتاجها سكان البيئة الزراعية، توفر لهم جميع المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الكهربائية، توفر المنتجات الغذائية، بتوفر الأسمدة والمخصبات الكيماوية اللي بتستخدم في الأرض، بتوفر الأدوية، بتوفر الآلات مثل الآلات حصد المحاصيل الزراعية. يبقى البيئة الصناعية بتوفر المنتجات الصناعية لسكان البيئة الزراعية زي الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية، وبتوفر الأسمدة والمخصبات الكيماوية للأرض، وبتوفر الأدوية، وبتوفر الآلات الزراعية. طب نيجي نتكلم بقى على خصائص السكان في البيئة الصناعية. هنلاقي السكان في البيئة الصناعية بيتميزوا بارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية. احنا قلنا قبل كده ان السكان بتوع البيئة الصناعية بيهتموا بتعليم الأطفال، فبالتالي هتبقى عندهم ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، عكس سكان البيئة الزراعية. طب بيهتموا بتعليم الأطفال ورفاهيتهم، بيهتموا جدا بتعليم الأطفال ورفاهيتهم. ده أدى إلى ارتفاع المستوى الاجتماعي والتعليمي والثقافي للسكان.
تالت حاجة من خصائص السكان في البيئة الصناعية المشاركة في النقابات العمالية. لازم كل عامل بيشترك في النقابة الخاصة بيه. كل مهنة ليها نقابة بتحافظ على حقوق العمال. لو في أي مشكلة بيروح النقابة وهي اللي بتجيب له حقوقه. رابع حاجة من خصائص السكان في البيئة الصناعية مشاركة المرأة في العمل. هنلاقي المرأة بتشترك في العمل بكثرة في البيئة الصناعية. يبقى خصائص السكان في البيئة الصناعية: ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الأمية، الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم، المشاركة في النقابات العمالية، مشاركة المرأة في العمل. نتكلم بقى على عادات وتقاليد العمال في البيئة الصناعية. عندنا عادات إيجابية وعندنا عادات سلبية. طب العادات الإيجابية للعاملين بالبيئة الصناعية: التعاون بين العاملين، كلهم متعاونين في العمل، احترام مواعيد العمل وانتظام العمل، بيحترموا حلو قوي مواعيد العمل والانتظام في العمل. طب العادات السلبية: التدخين داخل المصانع، وده طبعا سلوك خطأ وبيضر بصحة الآخرين، وترك المخلفات الصناعية دون معالجتها. بيتركوا المخلفات بتاعة المصانع دون معالجتها، بيرموها في النهر أو البحر، وده بيؤدي طبعا إلى ضرر بالبيئة. يبقى العادات الإيجابية لسكان البيئة الصناعية أو العاملين بالبيئة الصناعية: التعاون، احترام مواعيد العمل، الانتظام في العمل. طب العادات السلبية: التدخين داخل المصنع وترك المخلفات الصناعية دون معالجتها. وبكده يبقى انتهى الدرس الأول. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.